خناقة شغل النهاردة هنتكلم على شكل من أشكال الخناقات اللي ممكن تحصل في الديجيتال ماركتينج ايجنسيز. ومعانا النهاردة سارة عبد المسيح، ويعني ما اعتقدش ان دي هتبقى اول واخر ايجنسي، لان هما دلوقتي انا يعني ما تزعليش مني، انا مواطن ايجنسي. ايوه والله العظيم بجد انا بقول تحت كل عماره في ايجنسي. وانا عندي خناقه بيرسونال، فيعني انا اسيبك تقدمي نفسك الاول. عادي عادي. اتفضلي قولي لنا، يعني عرفينا بنفسك يا ساره عشان انا عارفاكي. ماشي. انا ساره عبد المسيح، اكس فارماسيست. حاليا انا عندي غاليه ماركتنج ايجنسي، ديجيتال ماركتنج وايفنتس مانجمنت. وهنتكلم بقى عن خناقاتنا النهارده. خناقات جنب تاني محدش شافه في غاليه فعلا. اوكي، هنبدا بقى من اول. اصلا لاير البني ادم اللي زي حالاتي، العميل اللي هو بيتهزق طول النهار، لان احنا يا عيني مش فاهمين. انا عارفه ان انتوا، يعني انا عارفه يعني انا اشتغلت هنا حبه وهنا حبه. فاحنا كعملاء we don't know النو هاو. يعني احنا بيبقى عندنا حلم، والحلم ده بالنسبه لنا انتوا هتيجوا تنفذوه. صح. الحلم بقى ده شغال مش شغال، غبي، افقه ضيق. فانا ممكن اكون هفتح محل كبده وعايزه البراندنج بتاعي بامبا وفي ميكي ماوس. انا ده الافق بجد والله، يعني ده اللي احنا بنفكر فيه. فالفكره بقى ان احنا بيبقى عندنا كذا مشكله. في حاجات ما ينفعش يتغفر لنا فيها. الحاجات اللي ممكن يتغفر لنا فيها ان احنا مش بنبقى فاهمين ان في حاجات مش هينفع اطلبها مثلا، لان ده بيبقى حلم عندي. في حاجات بيبقى بالنسبه لي انا عايزاها ومش شايفه ايه مشكلتكم انها ما تتعملش. الحاجات اللي لا تغتفر انا فاهمه طبعا، التايت ديدلاينز اللي على طول بتبقوا عايزينها، اللاست مينيت تشينجز انا عارفه ان دي تعمل مشاكل. فخلينا نقول كده، اول لاير بيحصل من اللي احنا بنعمله فيكم او من اللي العميل بيعمله فيكم. طيب خلينا متفقين على حاجه، زي ما استاذ صلاح ابو المجد قال، هو ده بجد هو فكره ان العميل فعلا اعامله ان هو دايما على حق، وانت جميل وانت حلو. هو ده حقيقي، بس انا مش بفيكت. هو ده حد عايز دلوقتي يبتدي البيزنس بتاعه في ضغوط. احنا بجد بجد يعني مضغوطين جدا اقتصاديا بقى وعمليا، وان انت اصلا تلاقي ناس تثقي فيهم، لان المجال بتاعنا انا عارفه ان حضرتك بتحبيه قوي طبعا. واضح طبعا. فانا جايلي اصلا عنده مشاكل. فانا بجد لازم ابريشيت الانفايرمنت او كل الكالتشر اللي هو حاططها عن او البرسبكتيف عن الديجيتال ماركتنج ايجنسيز، وابتدي بقى سنه سنه اقول الكالتشر عندنا احنا بقى كغاليه عامله ازاي، مواعيدنا عامله ازاي، هنبتدي ازاي، دوري ان انا اديله المينيمم ليفل اوف انفورميشن، ان هو نبتدي نطلع بقى بسمارت جولز. هتيجي طبعا جولز خزعبليه. اوكي. هتيجي طبعا الخميس بالليل بنسلم داتا علشان نقفل البوست بتاعه الاسبوع اللي بعده. هتيجي فكره ان في طلبات يعني مش مفهومه اصلا. والله بجد في طلبات مش مفهومه. هل هو غلطان؟ هو مش غلطان. هل انا غلطانه؟ انا مش غلطانه. بس لازم نوازن الدنيا، لان انا في تيم عندي عنده نفسيه وعنده طاقه وبيشتغل، ومش طبيعي ان هو يبقى قاعد ليل نهار باصص على الموبايل، على الواتساب جروب، ايا كان كل واحد اسايند يعمل ايه. ومش طبيعي ان هو يلاقي نتيجه غير مرضيه. بس هي غير مرضيه لايه؟ غير مرضيه للمرحله اللي احنا فيها، ولا هي غير مرضيه للبراند ايج؟ يعني في مثلا بتجيلنا براندز كبيره جدا، انا عايز مجرد اويرنس، فما اروحش انا اشتغل على حاجه تانية خالص. فاحنا لازم بيبقى في كول ما بيننا او ميتنجز ما بيننا، نبقى الايند احنا الاثنين. انتي قلتي حاجه مهمه قوي ما خدتش بالي منها على فكره قبل كده في البروجرام، يعني وهي فكره انه لما الايجنسي بيبقى عندها قوانينها، او الشركه بيبقى عندها القوانين والاكسبكتيشنز بتاعتها، لما بتكوميونيكيت ذس كليرلي مع العميل بيحصل حاجتين. يا العميل بيحترم الباوندريز دي وبيحترم انه انا محتاج وقت، او محتاج اني ابقى عارف اني لو اتصلت بعد الساعه كذا مفيش حد هيرد عليا.
وفي عميل تاني هيقوم قايل لك لا يا عم انا مش هتعامل مع دول، ده انا اروح اشتغل مع حد تاني. فخليني هنا اقول is this a standard that you put علشان تعرفي تتعاملي مع population معينة ولا لأ؟ و if you put this standard ده هيخليكي تخسري عملاء؟ لما بحط الستاندردز دي انا مش بحطها على اساس ان دي حاجه احنا مش هنعمل عكس ده، لا احنا هنعمل، بس مش هيبقى حاجه اوبليجاتوري، لان ساعات كتير جدا بنبقى عندنا ضغطه شغل، مش هقدر اقول لحد يقعد بعد الوقت بتاع الشغل بتاعه او يشتغل مثلا في الويك اند. دايما بنروح للاكسترا مايل، ما عندناش مشكله في ده خالص، بس تو سيت ات كلير ان احنا يعني مش ده الطبيعي، وده لو مشي مثلا اسبوع او 2 مش هيبقى طول الشهر كده. ما ده ممكن يعني يلخبط العميل بحيث انه يبقى مش عارف يدوس عليك ولا لا، يعني دي برضو لما الواحد ما عادة بيبقاش. ما حصلش ابدا ان هم اتضايقوا من حاجه زي كده، لان احنا واضحين. زي مثلا في التريننج، اول ما بندخل في ترينرز معروفين، يا جماعه موبايلاتكم هتتساب بره. ايه ده، انا ما اعرفش ان في ناس في بتعمل كده. في هعمل كده. في او مثلا لو حد عنده اي سؤال في الاخر ما نقطعش طبعا حضرتك عارفه مين بيقطع السيشن على بحب، طول. لا انا بحب، انت عارفه انا كنت بويلكم تقطعي السيشن عادي. بس فانا يعني تو سيت ذا رولز تو ميك ات كلير، علشان أوكي. ما يجيش يطالبني بحاجه انا، او اقول له مثلا احنا هنبقى معاك 24 ساعه واحنا اوكي. لا احنا مش معاك 24 ساعه. فخلينا نقول ان في حته كده انه احنا عندنا رولز، بس لو الدنيا زنقت احنا مش ريجيد، we're still there. طبعا بس يو كوميونيكيت، دي يعني دي حاجه برضو من الحاجات المهمه يا جماعه، انه احنا بنبقى عايزين الشركه تقول لنا الستاندردز بتاعتها عامله ازاي، لانه في العادي انا داخله فايوليت. فاحنا عايزين هنا نشد لايت اويرنس انه احنا كعملاء، انا محبب عليا ابعت لك الساعه 3 الفجر لما تجيلي بيحصل. فكره. ما بالظبط. your boundaries بقى، لما الشركه بتكوميونيكيت الباوندريز ببقى عارفه انه محدش هيرد عليا قبل بكره من كذا لكذا. and this is something very important، وبالتالي بتريح في التعامل جدا. فالعملاء ما بتمشيش. لا ما بيمشوش. المشاكل بتحصل امتى بقى؟ الاكسبكتيشنز. انا اصلا الماركتنج ده انا معيش عصايه سحريه، ولا مثلا فكره البيد ادز او الميديا باينج ان انا هشغل من هنا الادز الملايين داخلالي. لا، هو احنا اصلا السيلز فانل بتاعنا اوله اويرنس، فلو احنا لسه بنبتدي مثلا بزنس جديد، انت عايز سيلز ازاي وانا الناس اصلا ما تعرفكش؟ دي حاجه. تاني حاجه، طبعا التيم نفسه ساعات بتحصل مشاكل طبعا جوانا احنا. خلينا بقى نشوف اللي بيحصل بقى. السيلز فانل لما بتفانل عليكم بقى بتفانل على دماغنا بقى ايه اللي بيحصل بقى؟ اديني كده شكل. طيب لو انا الكلاينت عندي مثلا طالب جول مش هينفع يتحقق غير بعد تايم لاين معين، فاحنا بنفضل نعيد ونزيد ان انا اهم حاجه عندي ان انا في مايلستون كذا وفي مايلستون كذا وفي مايلستون كذا. فالمسؤول عن البيزنس ده او عن الاكونت دوت بيوضح. تمام، موضحناش، بيبتدوا ياسكليت الموضوع. طب احنا هنكلم ساره، طب كلمنا ساره بقى، حصلت غلطه يعني من اللي ماسك مش غلطه مش غلطه، احنا ادينا المينيمم ليفل اوف انفورميشن خلاص، واحنا وصلنا لمرحله دلوقتي احنا مش ساتيسفايد بالكلام اللي حاصل ده. تمام، هنكلم ساره، فساره المفروض خلاص شايله ايديها من الموضوع خالص، فهنبتدي نرجع للتيم ونبتدي نعيد القصه تاني، فيبتدوا هم كمان يتضغطوا، لان احنا ايه اللي وصلنا، احنا حاطين الجولز بتاعتنا من الاول، طب احنا ايه اللي وصلنا ان الموضوع يكبر كده؟ ده بيجي من ايه؟ ان الكلاينت عايز نتائج سريعه. مفيش حاجه اسمها نتائج سريعه في الماركتنج خالص. في نتائج، بس احنا مش هنعلي الاكسبكتيشنز، فبيبتدي التيم يتضغط. ليه؟ انا ابتديت ادخل في الموضوع. طيب دلوقتي هم هيبتدوا يتصرفوا ازاي؟ حاجه من الاثنين، لا اما هي خلاص بقى هيلوس انترست في الاكونت كله، فالفايبس هتبتدي تقل، او هنبتدي بقى ايه، ان احنا خلاص قاعدين متسربعين. طب يا ساره ما جاتش النتيجه كذا، طب هنعمل ايه؟ طب نبتدي كلنا نضغط، انكزايتي بقى، بالظبط، توتر بالظبط. فالمشاكل فاول مشكله بتحصل ان ممكن اصلا اللي ماسك الاكونت بتقولي يلوز انترست في الاكونت. ما خلاص احنا عارفين ايه بقى
ضبابي طبعا. ضبابي، ولازم تدخل سريع. يعني حتى لو الموضوع ريسي ان احنا نفصل الناس ونغير البوزيشنز هنعمل ده. أوكي. لان انا بانفست قوي في طاقتهم الصراحه. فعلا. انا مع اي حاجه تبوست طاقتهم. التيم عندي طاقته بالنسبه لي اسد، ده بجد. اوكي. فخلينا نقول انه الخناقات بتحصل، انت نمبر 1 بالنسبه لك المهم الطاقه بتاعتهم. الطاقه بتاعتهم والكلاينت نفسه نوصل له يعني نتكلم بلغته. لو احنا بنتكلم في حد عنده هاي ليفل اوف انفورميشن، ماشي هوصل له ده بكلام هو يفهمه، ما لازم اقول له كلام هو يفهمه. ما عندوش مينيمم ليفل اوف انفورميشن، هنزل وهفهمه. اوكي. ده دوري على فكره، بس مش هربيه. يعني انا مش هبتدي معاه من الاول. في ناس بتقول احنا هنربي العميل فعلا، في ناس بتقول كده، في ناس يعني بتقول كده، بس لا ده مش دوري. انا دوري ان انا امشي الدنيا ستيبل. اوكي. طب ادينا كده اكزامبل بقى من يعني انا عارفه انه البيئه بتاعت الحته دي فيها كرييتيفز ودي برضو let's shed another awareness information، وهي انه world wide السوشيال ميديا ايجنسيز او الديجيتال ايجنسيز فيها very high turnover، بيوصل لحوالي 30% turnover statistically يعني. فبرضو انت عندك مشاكل في ان التيرن اوفر عالي، عندك مشاكل الكرييتيفز، عندك مشاكل الطاقه اللي بتخسر اللي بتخلص، فانا طاقتي خلصت I'm doing something creative، انا مش قادر اتخيل حاجه طبعا. فانت عندك كده بقلله مشاكل غريبه. ده حقيقي. ادينا كده اكزامبل من الخناقات بتبقى ايه؟ لا انا عندي المشكله، يعني يمكن التوبيك الكبير زي ما حضرتك قلتي، بس عندي المشكله الثانيه ان انا مش اي حد بيدخل. انا مش عايزه اقول الفاميلي بتاعت غاليه، مش عايزه اقول الكلام منمق قوي، بس مش اي حد هيقدر يكوب مع الكالتشر بتاعت غاليه. عشان كده احنا مش بنهاير بسهوله خالص. خالص. وعلشان النقطه دي اللي حتى لو حد دخل مش اكسبتنج وبيحاول يكوب من نفسه ما بيستحملش. فانت عجباني بقى انت بتعملي اويرنس بالستاندردز بتاعك للعميل، وعامله كمان ستاندردز للورك انفايرمنت طبعا. فاليوز اللي هي ايه بقى؟ اول حاجه انا ما عنديش اي مشاكل خالص ان ما فيش ديو ديت. خليني اوضح ده. نصحى الصبح احنا مش قادرين نشتغل النهارده، خدي وقتك ما دام ما فيش ديو ديت. جدا انا مش جايه النهارده، غلطتي انا في ظهرك عادي. احنا مش روبوتات، وانا مش عايزه اتعامل مع روبوتات الصراحه. احنا كفايه علينا الاي اي يسهل لنا شغلنا بس. اكتر من كده لا. انا عايزه احنا الفايبس بتاعتنا احنا مع بعض. اهم حاجه وانا في ظهرك دي معناها انك عايزه اللي قدامك ما يكذبش ويبقى سالك وترانسبيرنت. طبعا. ودي حاجه سهله يعني؟ لا خالص. اوكي. وفكره كمان ان في غلطات نتغاضى عنها ونلمها، دي مش حاجه سهله خالص. اوكي. وما لهاش قاعده، دي باي براكتس. مفيش حد ما بيغلطش، ما هم بني ادمين. وانا بني ادمه، هل انا ما بغلطش؟ انا بغلط. بغلط غلطات كبيره. اوكي. بس امتى بتلمي وامتى ما بتلميش؟ يعني امتى هتقومي قايله على التيم ممبر عمل غلطه وهتقومي قايله لا انا دي يعني ايا كان بقى هيمشي او في فايوليشن ما؟ لما ايه اولا الكذب ده مش اوبشن معانا لما او ان احنا عاده بتوع الماركتنج والسيلز كله كذب اصلا. لا ما انا هقول لك، ما انا جايه لك اهو. انا اسفه يا جماعه، انا هنا جايه ستيريوتايب. انا من اللي بشوفه والله العظيم حقك. سيلز وماركتنج من اللي بشوفه حقك طبعا. انا الديجيتال ماركتنج ايجنسيز يعني لو اقول لك والله العظيم الحلم العربي. والفكره على فكره ممكن يكون انا ما ببقاش عارفه، انا مش بتكلم على شغلي على فكره خالص، انا مش شغاله على الاكونتس بتاعتي، انا بتكلم لما كنت بشتغل قبل كده. maybe they're not doing the right awareness، maybe مش بيقولوا لي what to be expected، بس انا في الاخر لقيت ان انا اهاير التيم individually. انا عندي احسن لي، انا عارفه انفست في اللي بتعمل
الكرييتيف Creatives. رايتنج، عارفه اتكلم معاها، عارفه اتكلم مع اللي بتعمل بتحط البوست توجذر، عارفه مين هتعامل معاه في الفيديو اديتنج. فبقيت انقي كل individual، بس it's as if I'm running an agency on my own. فان انت بتقولي ان الكذب عندك that's a value، يعني لا ما شابوه. ينفع، بس هم ما بيكدبوش، ما طب هم اذكى من وهيعملوا- كده على فكره. طب عندي سؤال معلش، طب بيعملوا ايه وهم they do يحوروا. لا they do other freelance work اكيد. ما عنديش اي ما دي بقى الفاليو الاخيره اللي انا عايزه اتكلم فيها، اللي هي مختلفه شويه. ما عندكيش مانع. انا ما عنديش مانع ان يبقى ليهم شركات، يعني يطلعوا ليهم شركاتهم. اوكي. وبالمناسبه احنا عندنا يعني في التيم ناس معروفه ان هم في المجال ده، نبان قدام الناس ان احنا competitors، بس احنا مش competitors خالص. ياه. هي في ظهري في السوق. بس ما تكذبش، تكذبش. اشتغلي شغلانه. طب ما كده في conflict of interest. ما عندناش اي مشاكل، احنا المجال بتاعنا في الماركتينج مختلف شويه. انا ما عنديش اي مشاكل انها تكبر، ودي الفاليو الاخيره والمهمه جدا عندنا. فانت حته المشاكل اللي هتحصل ان حد سرق عميل not on the table. مش موجوده، احنا عارفين اصلا الكلاينتس بتاعت بعض. احنا اصلا بيكلمونا اتنين في نفس الوقت. اوكي. فاهمه قصدي؟ هما مش عارفين ان دول هنا ودول هنا. ما عنديش اي مشاكل. ليه؟ لان كل واحد، لو انا نازله السوق وعندي الميزه التنافسيه بتاعتي وهي عندها الميزه التنافسيه بتاعتها، فاحنا هنأتراكت اصلا اللي عايز ده هيروح لده واللي عايز ده هيروح لده. although ان احنا عندنا نفس السيرفيس، بس لا انا عايز حد مثلا يعني مش عايزه اذكر حاجه معينه، بس عايزه حد يساتسفاي عندي الحته دي، فهروح لدي. ده طبيعي، ولو انا ده مش مبيناه عندي يبقى دي مشكلتي. فتاني بنرجع للاويرنس انه how much you know your brand, you know your standard, you know your team. طبعا. اوكي. دي طبعاً. بيلرز قويه قوي على فكره. ولو انا مش انفستد فيهم ان هم يكبروا يبقى انا عندي مشكله. وتاني بقول للفريلانسرز وانتوا بتشتغلوا في الشركات، لو الشركه الكالتشر بتاعتها مش ما فيهاش جراف ليكوا ومساحه ان انتوا تكبروا، ما تروحوش، انتوا بتموتوا نفسكم. اوكي. طب والتيرن اوفر بقى بتعملي فيه ايه؟ التيرن اوفر عندنا مش عالي الصراحه، لان احنا بندخل في فاميلي، يعني خليني ارجع بقى اللفظ فاميلي بس ده بجد. فاحنا عندنا فكره ان حد يمشي دي قليله، الا اللي بيحصل لهم فلتريشن وبنتصرف. الفلتريشن بقى ده بيحصل ايه؟ انا عايزه احط ما بيستحملوش. مشاكل دلوقتي. ما بيستحملوش. يعني فكره مثلا يدخل حد في النص مثلا، فكره العصفوره دي مش عندنا. اديني اكزامبل كده. اصلا انا عملت كذا وفلانه قبل ما تاخد اجازه كانت عامله كذا، بطريقه بقى ايه، بوقع. ناعمه خالص. اه. هو الماركتينج، عارفه ليه ما بتحبيش الماركتينج؟ عشان هو كله ناعم خالص. بجد مش عارفه يا جماعه اخد دي ككومبلمنت ولا اخدها كايه، بس يعني ما احنا انا هحاول ابقى ناعمه. لا انا ما بحبش الماركتينج علشان فكره انه انا على طول I make people think that they need something and they don't need it. عشان فكره انه يعني دي مش هندخل فيها، انه فكره انا درست psychology of external communication وماركتينج وبي ار، بس كميه الالعاب الذكيه اللي بنعملها علشان اخلي الشخص يشتري ويعوز ويبقى عايز، this is what I don't like about marketing. يعني قدامي حل من الاثنين، انا فاهمه. وفعلا في ناس بتعمل كده، قدامي حل من الاثنين، يا هتعمل بطريقه ethical او un ethical. it's your choice. اوكي. ودي... طب عشان ما نروحش هنا لان دي مشكله تانية. خلينا نرجع للفكره الاساسيه بتاعت انه النعومه في اني اقوم مديه اللي قدامي اسفين وانا جميلة. ابان ده انا I'm just البريئة. letting you know. اه فده نوع من انواع الخناقات اللي بتحصل. طبعا. ايه اللي بيحصل بقى هنا؟ ايه اللي بيحصل؟ ان احنا لازم بنواجه، نخلص اول باول. طب بتقفشوا العصفوره دي ازاي؟ دي انا بعرف اقفش. بتعرفي تقفشي؟ طبعا. لان انا ساعات كتير بستخدم اسلوب كده ان انا مش بهايلايت على كل حاجه لغايه بس ما يثبت اللي في دماغي. يعني عملتها مره ماشي، يمكن مش قصدها، غصب عنها، ها بقدر افيجر اوت. لا انت عايزه توصلي لي حاجه معينه، انت بتوقعي. انت بتوقعي، فانتوا هتتواجهوا مع بعض. اوكي. فتعالي بقى يا فلانه اوكي.
مع ان في ساعات غلطات انا مش بتكلم عنها، بس ايه يعني انا والتيم ممبر، يعني احنا قاعدين بنتكلم 1 تو 1، فانا عارفه ان في حاجه غلط في النص، ما كدبتش ما حورتش، عشان الحاجتين دول ما عنديش نقاش فيهم اصلا. اوكي. بس انا عارفه ان في حاجه غلط في النص انا لسه ما وصلتلهاش، فانا لو وصلت لها في الكلام بعمل كاني مش شايفه وبنكمل. اوكي، فاحنا خلينا نقول ان في مشاكل بتغاضى عنها طبعاً. لان الشخص بيغلط، لكن في المشاكل اللي هي بيبقى فيها بقى نفسيات بقى وحاجات كده، دي اللي مش بيكملوا في الشركة. تاني بفكركم بليز سبسكرايب تو ذا channel، سبسكرايب لايك الفيديوز، عشان ده اللي will keep us going، و we're not stop عند شغلانة معينة أو industry معينة، احنا we will keep going في all industries إن شاء الله. في حتة ال occupation psychology احنا بنبقى باصين على البني آدمين، فال creative industry بيبقى النمط بتاع الاشخاص بتاعهم، عشان كده دايما تلاقي انه في الماركتنج بيتخانقوا مع الاوبريشن والحته دي، على طول. لان انماط الشخصيات بتاعتهم بيبقى طاغي عليها حته الكرياتيفيتي. when we say creativity فاحنا بنقول emotional driven، بيحبوا يكون عندهم flexibility، بطارياتهم بتخلص، بيبقوا عايزين spark، بيبقى عندهم كده حته بايعين الدنيا مش فارق معانا، بس طبعا to an extent يعني، بس قصدي هم اشخاص الايموشنز عندهم I think انها حاجه مهمه طبعا. فده دلوقتي في الخناقات بقى بتاعت التيم اللي انا بتخيله يعني correct me if I'm wrong، لا انا العميل ما يكلمنيش بالطريقه دي انا مش هكلمه، لا انا الفلانه الفلانيه حشرتني في ديو ديتس، انا مش هقدر انتج مثلا في الحته دي. يعني احكي لي كده شكل الفريق بيبقى عامل ازاي، وحلك للمشاكل بتاعتهم دي بتبقى عامله ازاي؟ اول حاجه هم لازم يحسوا ان في حد هيسمعهم، في سيف انفايرمنت. فانا لما هم بيبقوا واصلين لمرحله عاليين قوي ومش عارفين ننزل، طب انت ايه اللي مضايقك؟ افضل ساكته خالص. طبعا هي بتتكلم اكيد متضايقه بس بطريقه مهذبه، يعني هي مش بتغلط، بس هي حد متضايق منفعله جدا. فانا دوري اسمع ساكته خالص، كملي كملي، انت صح، انت حلوه. هنا بقيت اقول انت حلوه ليهم بقى، انت جميله، انت عندك حق، انت فعلا كان المفروض يحصل كذا كذا كذا. ما انا لازم اوصل ايه اللي في دماغها، او ايه اللي حاجه اللي ورا ده. ما هي ممكن تكون اصلا مضغوطه في حياتها الشخصيه، فهي مش ودي حاجه مهمه حصلت، برضه لازم نبقى فاهمينها. ما هي بني ادمه حصلت. فقلت لها طب خلاص يعني افصلي، ماشي تمام. فهم لازم يعرفوا ان هم مسموعين، يتكلموا براحتهم خالص، حتى لو عندها كومنت عليا انا شخصيا، مادام بتقولوا بادب وباحترام، وده يعني ده المتوقع منهم، يعني مش حاجه غريبه، خلاص طب ما تتكلم. ما يمكن هي وجهه نظرها صح على فكره، يمكن انا حسبتها من نقطه تانية، طب ما بين لها النقطه التانية اللي هي مش شايفاها، او الويت التاني اللي انا فضلت الاختيار ده بسبب الويت التاني، هي يمكن مش عارفاه، ومن حقها انها تعرفه. ايه اللي يدخلها هي في القصه دي، مع ان انا مختاره مثلا ان انا اعمل القرار ده بناء على ده علشان انا عايزه اوصل لده. طب ما افهمها عشان هي تكوب معايا وتزق معايا وتتغاضى عن الحاجات اللي ممكن تكون سخيفه بنشوفها. فبتصفي الدنيا اول باول. لازم، ولازم اسمعها، لازم. دي حاجه مهمه، زي ما بسمع الكلاينت لازم اسمعها. دي حاجه. تاني حاجه، كل واحد فيهم بينور في حته معينه. فانا يعني اتعودت كده بعد ما خلصت البزنس سايكولوجي يا دكتور تيست الام بي تي اي. ما ينفعش مثلا حد اي ادخلها في ديسكفري كول مع كلاينت، ما هي اصلا مش عايز تتكلم. قصدك انه حد كل واحد الطاقه بتاعته بتخلص بسرعه. بالظبط. وغير كده هي مش هتعرف تبين احنا بنعمل ايه، ما عندهاش فكره بقى، مش عايزه اقول برزنتيشن سكيلز، بس هي مش هتعرف تبين انا عايزه اوصل ايه للكلاينت. فخلاص ادخلها ليه في حاجه فيها برزنتيشن؟ ليه احطها في الموقف اللي هراهن فيه بيه على فشلها؟ بالظبط. فدي حاجه مهمه قوي يا ساره، انه ابقى عارفه الكواليتيز بتاعه التيم طبعا، وما اقومش حاطاه في حته تفشله. طبعا. ناس مثلا بتتوتر من الديو ديت، اخليها هي الناس اللي اعتمد عليها لو خلاص الديو ديت قرب معانا ومش لاحقين نخلص الدنيا؟ لا. ناس مثلا
ما عندهاش حته الايموشنز في اخذ القرارات، واحنا مع كلاينت مبتدي البيزنس بتاعه بسبب مشكله، ده بجد ده حصل. في كلاينتس بيجوا لنا مبتدين البيزنس بتاعهم اوت اوف مشكله يعني نفسيه كبيره تعرضوا لها، ده بجد. قصدك انه مشكله بيرسونال ولا مشكله مع ايجنسي قبل كده؟ بيرسونال. كانها طلعت الطاقه بتاعتها في الشغل مثلا. بالظبط، احنا مش هنمشي 1 2 3. اعرفي المشكله اللي هو بيتكلم منها، هو جاي ببين رهيب. اوكي. فلا بصي لده، هخلي حد بقى يعني ايه ناشف يتكلم معاه؟ اكيد لا. اوكي. فكأنك بتقولي انه لما انا ببقى عارفه التيم بتاعه كل حد السترينث بتاعته وشخصيته عامله ازاي، نوت اونلي مش بحطه في المكان اللي هراهن على فشله زي ما قلت، لا ده انا كمان هعرف احط الشغلانه الصح مع الشخص الصح. طبعا. That's very important. طبعا. طيب انا يعني عايزه اختم بسؤال وانتي من الناس القليله الفوكال كده قدام الكاميرا وبتقول انا بغلط وفي مشاكل. يعني عايزه اقول لك في ناس كتير اول ما بتيجي تقعد بتحس انه ايه، لا طب ثواني احسن اقول حاجه غلط. فانا يعني بضحي بيكي. فانا مبسوطه بقى كده ان انتي ايه سوبرمان في نفسك. ممكن تقولي لنا على حاجه غلط انتي عملتيها في خناقه شغل and you wish ان انتي كنتي you managed it in a different way او كنتي هتمانج it ازاي؟ هو انا اغلب اللي اتعلمته من غلطات مبدئيا. انا لا ده بجد، الناس اللي مقطعه بطايقها ده بجد فعلا انا غلطت كتير جدا. اوكي. احنا كلنا بنغلط بس ما حدش بيقول. لا انا غلطت كتير جدا، عشان كده بقيت احافظ قوي على الدايره الصغيره بتاعتي على الصح. انا خلاص بقى احنا عملنا فلتريشن رهيبه. بس الغلطه الاكبر وانا مش بعتبرها غلطه، انا واخده الجزء الحلو اللي فيها بصراحه. انا مش عايزه اوضح بس يعني ناس كتير هتبقى عارفه انا بتكلم على ايه. في ديل معين في الشغل انا كنت مصممه عليه جدا. اوكي. جدا. استموات. وكان لازم اجي عند نقطه واقول لا انا مش هكمل. اوكي. يعني الناس دي الكالتشر بتاعتهم مختلفه، هم صح هم غلط مش موضوعي، بس احنا مش هنوصل لحاجه. انا بستنزف ماديا، طاقتي بتستنزف، التيم بيستنزف، ومفيش بروجرس. بالعكس مفيش اي نوع من انواع الجراف ان انا اخد الديل ده تاني. اوكي. ومصممه اخده. وحد قال لك في التيم ما تاخديهوش او حد نصحك بكده؟ بس ارجع واقول لك حاجه، انا مش باخد الموضوع سنه ديني، بس هو ده بجد. لولا ان ربنا قفلها لي بالمنظر ده انا ما كنتش هكبر وانور في حته تانية. انت عماله عايزه الديل ده عايزه الديل ده وشايفه نفسك اخرك هنا، انت مش اخرك هنا، انت اخرك اكبر من كده بكتير. اوكي. وانت ماسكه في دي؟ ماسكه فيه جدا. ما اعرفش يعني بجد انا يمكن عشان تعبت فيه قوي. في اول مره فيه تعبت فيه قوي، مش عارفه. صدقيني مش عارفه. اوكي. وحصل بقى ايه يعني تداعيات بقى الموضوع بقى؟ هل سمع في التيم؟ هل سمع شالوني؟ شالوني زي ما بشيلهم شالوني. التيم شالك؟ شالوني عشان انتي بتشيليهم طبعا. اوكي. ما هو انا لو انا مش بطبق الكالتشر دي هم مش هيطبقوها. انا لازم انا اطور في نفسي وانا على فكره زي ما الاطفال بيربونا هو البيزنس برضو بيربينا من اول وجديد. بيربينا ده بجد. اكيد طبعا. فانتي تبالانس انتي عايزه توصلي لايه وايه الاهم عندك، هم ولا الكلاينت؟ هو كده كده الكلاينت انا في صفه بسبب الضغوطات فعلا اللي احنا بنشوفها، بس ازاي بقى هطلع انا في صفه وفي صفهم وتمانج الحته دي؟ لا ده علامه كبيره جدا. اوكي. فلازم انتي تتغيري. ودي برضو حاجه مهمه قوي انه جداً. لازم احنا نفضل نتغير، لان الاجيال بتتغير، شكل الكلاينت بيتغير، الستريسرز الخارجيه بتتغير، فاحنا مطلوب مننا ان احنا نبقى لابسين الباتيناج بقى كده وعلى طول اون جوينج بنتغير. الثابت عندنا في الماركتنج مفيش حاجه ثابته للاسف. عايزه كل شويه اعمل كده اهو ويقوموا حاطين لي صرصور الحقل، عارفه اللي هو
عارفه في جمل كده بحس بالحزن معاها، عارفه. هو فعلا الماركتينج مغير لنا حياتنا. طب ترتب بقى على ده حاجه قرار اخدتيه او حاجه نختم بقى قرار اخدته ان انا مش هسمح ان يبقى فيه ديل بيستنزفنا كلنا بالمنظر ده. وان انا فعلا يعني بجد لولا ان ربنا عمل كده، لولا ان انا حسيت نفسي في حتة تانية. أوكي. لا وفعلا انا ربنا كرم، يعني انا اتعرضت ساعتها لظلم ويعني تفاصيل مش عايزه ادخل فيها، بس لا هو انا اتحطيت في حته تانية خالص، فخلاص هي مش هتقف على حاجه. مش هتقف على حاجه. اوكي. بس يعني انا بالنسبه لي كانت حلقه الحقيقه very rich و very reassuring في حته انه again يا جماعه we need to stand our own values بتاعتنا في التعامل مع العميل، values بتاعتنا في التعامل مع التيم، values بتاعتنا في الكالتشر، لانه الكالتشر دي دايما اقول لهم هي زي ديانه المكان او عارفه طبعا ان في ناس مش بتحب الكلام ده، بس يعني خلينا نقول اللي مش زي ما هي قالت، اللي مش عاجبه ستايل الشغل بتاعنا هيحترق، يعني مش هيكمل، يعني هيبان، هيتفضح، وهيتفضح دي قصدي بيها انه الاخلاق اللي مش ماشيه معانا هتتفضح، قصدي انها هتبان. وده بيحصل لما بيكون عندي very high workplace values، والworkplace values دي من الحاجات اللي بنديها نمبر 1 في الworkplace happiness، انه علشان الناس تبقى مبسوطه في الشغل مش معناها انه مفيش مشاكل، مش معناها اني ما بتخانقش من بعض، مش معناها اني ما بغلطش مع الكلاينتس، لا معناها اني بغلط بس هي زي ما قالت انا بشيلهم فهم بيشيلوني. فدي اول حاجه مهمه قوي. و for the small companies اللي باهرني هنا يا كنت اقول لك يا غاليه يا ساره، ان ساره الايجنسي بتاعتها لسه صغيره، فدايما الغلطه ان الشركات الصغيره والستارت ابس والاس ام ايز ما بيبقاش عندهم فاليوز في الورك بليس او ميشن او فيجن، وللاسف يقول لك احنا لسه صغيرين. This is where you need to start، علشان لو انت ما بدأتش بتيم قوي عارف الفاليوز بتاعته انت مش هتعرف تكبر، مش هيبقى عندك sustainable growth في الإدارة بتاعتك. ف the second point انه التيم بتاعك دول رجالتك، لازم تبقى عارف شخصياتهم، السترينث بتاعتهم، العيوب بتاعتهم، نمط الشخصية، لان هنا هتعرف تجاجل ما بين مين هينقذني هنا او مين هيسد الخانه الفاضيه هنا. Thank you يا ساره so much، و يعني كل التوفيق، و I really hope ان الشركه بتاعتك يا رب تكبر وتبقى more sustainable، ويعني يرزقك بناس كده كويسه وجميله، والتيم يفضل ما فيهوش turn over، عشان زي ما قلنا agency تحت كل عماره. بالظبط كده.